تقريبا كده الذهب الأسود بدأ يزهزه في مصر، لأن وزارة البترول المصرية كشفت إن شركة كايرون أعلنت عن اكتشاف نفط جديد في امتياز جايسون غرب الخليج السويس، ومعدل إنتاجه بيزيد عن 2500 برميل يوميا. ده إيه الحلاوة دي؟ ويصادف إن البير 165 قدم من صافي الطبقات الرأسية اللي جودتها عالية في تكوين النوبة. وتقريبا كده دي المرة الأولى اللي بنلاقي فيها تكوين النوبة اللي شايلة الزيت الخام في منطقة الامتياز. نوبة وزيت خام، الكلام مكلكع مش كده؟ محتاجين كده مهندسين بترول أو جيولوجيين يشرحوا لنا الموقف. ما علينا، المهم إن الذهب الأسود بدأ يلمع في صحراء مصر، ووصل إنتاج الزيت الخام ل 23,000 برميل يوميا، مقارنة بالإنتاج القديم اللي كان بيوصل ل 4000 برميل يوميا. ويعتبر البير الجديد ده رابع بير من مرحلة تسهيلات الإنتاج المبكر.